تفتكر الحرب بتبدأ امتى؟ هل مع أول طلقة بتتضرب ولا مع أول تصريح ببداية الحرب؟ يسعد صباحكم أو مساكم أينما كنتم، أنا رفيق عادل وأنتوا بتتابعوا برنامج أصل الحدوتة. أنا مش جاي النهاردة أحكي لك عن حرب أكتوبر بس، أنا جاي أحكي لك عن حرب أعمق وأخطر. فنجان البن تمام؟ ويلا نعرف الحدوتة سوا. الحرب الأهم والأخطر هي الحرب الموجهة للعقول، هي الحرب الموجهة لصورة بلدك اللي في دماغك. من سنين كتير فاتت الناس كانت متأكدة وعندها يقين كامل إن مصر مش هتحارب، أو بالمعنى البسيط إن مصر ما ينفعش تحارب. وبالتحديد سنة 67 كل الشعب قال إحنا خلاص اتنكسنا، والنكسة خلت شمس الحرية تضلم في عيون الشعب، وسينا ضاعت، و80% من جيشك شبه إن هو اتدمر. طلع جمال عبد الناصر بنفسه وقال أنا أتحمل المسؤولية كاملة، وساب الناس تايهة والبلد شبه محتلة. واتقفلت قناة السويس وتهجر مواطنين من دول القناة، وسفن تجارية اتسجنت جوه الممر المائي قناة السويس. والأغرب يا صديقي إن في عز النكسة والهزيمة الشعب كان بيتفرج على ماتشات كورة، والإسماعيلي فاز ببطولة أفريقيا لأول